السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 19375 نقطة بصعود 8%. قيمة التداول كانت 1,800,000,000. عدد الأسهم 215 سهم بصعود 112 وهبوط 84 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم بلتون 120 مليون، بعد كده التجاري 100 مليون، بعد كده فوري 100 مليون، بعد كده الشرقية للدخان 85 مليون، بعد كده المصرية للاتصالات 83 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع معانا الخدمات المالية 16%، بعد كده قطاع العقارات 11%، بعد كده قطاع الأغذية والمشروبات 10%، بعد كده قطاع الكيماويات 9%. كنت عايز أتكلم على سهم المالية والصناعية من قطاع البتروكيماويات، والحمد لله احنا وصينا على السهم ده امبارح في الفيديو، وبرضو امبارح واول امبارح في جروبات الفيسبوك والواتساب. هسيب لحضراتكم لينك الجروبات تحت في اول تعليق تحت في الفيديو. الحمد لله السهم ده وصينا عليه وهو كان ب 48 جنيه 48 جنيه ونص، وهو الحمد لله ارتفع اكتر من 6% ووصل الى 52 جنيه 52 جنيه ونص. طبعا السهم ده كان نازل من 62 جنيه وانا اتكلمت عليه بالتفصيل اكتر في فيديو امبارح، ممكن حضراتكم ترجعوا له. برضو الحمد لله الاسهم اللي وصينا بيها والحمد لله ارتفعت النهاردة. سهم زي سهم فوري ارتفع تقريبا 3%، برضو سهم زي سهم موبكو ارتفع تقريبا برضو 3%. وانا اتكلمت امبارح على سهم موبكو وسهم المالية والصناعية وذكرت ان فيهم شراء من مجلس الإدارة، وده تقريبا كان سبب ان هم بقالهم كذا جلسة في صعود. انا عايز اتكلم على الاسهم المتأخرة عن السوق واللي فيها ان شاء الله امل انها تصعد الفترة القادمة باذن الله. سهم زي سهم عبور لاند، طبعا انتوا عارفين سهم عبور لاند نازل من 13 جنيه وهو حاليا ب 8 جنيه 8 جنيه وربع. السهم ده ان شاء الله اتوقع له ان هو يصعد الفترة القادمة، نظرا ان هو سهم قيم ونظرا ان هو في قطاع مهم زي قطاع الأغذية والمشروبات، وايضا عليه اخبار مهمة. والفترة اللي فاتت كان في كذا خبر على قطاع الأغذية وعلى السهم ده، ولكن السوق ما ساعدوش. ان شاء الله بإذن الله يعتبر ده من الأسهم المتأخرة عن السوق، وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يشهد صعود بإذن الله إن شاء الله. برضو سهم زي سهم أموك ده برضو من الأسهم المتأخرة عن السوق، وأيضا السهم ده عليه خبر، وبالإضافة إن في أخبار عالمية زي مثلا ارتفاع أسعار برميل البترول لأكثر من 90 دولار للبرميل، وايضا السهم ده عليه خبر من مجلس الادارة ان هو هيوزع كوبون او هيقترح او هيعتمد توزيع الكوبون ان شاء الله باذن الله على اخر الشهر. فان شاء الله باذن الله ده برضو من الاسهم اللي اتوقع لها انها تصعد الفترة القادمة. بس ده كان الفيديو، وكنت حابب اذكر حضراتكم ان انا هسيب لينك جروب الفيسبوك وجروب الواتساب في اول تعليق تحت في الفيديو. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وانتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله. واهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا جدا لكم.